النهارده هنتكلم عن تأشيرة تايوان يا جماعة للعرب في 2023 وازاي تاخد تأشيرة البلد ديت وايه هي الأوراق والخطوات اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على تأشيرة تايوان. بس قبل ما ندخل طبعا في التفاصيل، لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، تعالوا نعرف كل حاجة عن تأشيرة تايوان يا جماعة اللي هي التأشيرة السياحية. بس الأول لازم نعرف إن عاصمة تايوان هي تايبي. تايوان يا جماعة بلد اقتصادي من الدرجة الأولى ومستوى المعيشي فيها يعتبر مرتفع. يعني أول ما تعرف كل ده، هي بلد بتوفر لك فرص عمل كتيرة خصوصا لأي حد يروح يدور على شغل هناك. وتايوان يا جماعة بتختلف هنقول بتأشيرتها بين الدول العربية. فمثلا هنلاقي دول عربية متاح ليها التقديم إلكتروني، يعني مش هتطلب منك إن أنت تروح السفارة زي دول الخليج يا جماعة. أما بقية الدول العربية زي مصر والجزائر والمغرب وغيرها من البلدان، فيطلب منها إنها تقدم على التأشيرة لا إما في السفارة أو أقرب بعثة دبلوماسية خاصة بتايوان. وبرضه لازم نعرف إن مدة تأشيرة تايوان يا جماعة الإلكترونية أو العادية هي 90 يوم، وتمن التأشيرة $110، وبيجي لك الرد في أقرب مدة يعني خلال 3 أيام أو 5 أيام بالكتير. وتأشيرة تايوان نوعين يا جماعة، التأشيرة السياحية اللي هي قابلة للتجديد، والتأشيرة اللي هي غير قابلة للتجديد. لو انت بقى رايح تدور على شغل هناك، فانت لازما هتقدم على التأشيرة السياحية اللي هي بتسمح لك بالتجديد هناك في قلب البلد، عشان لو انت لقيت شغل هناك وحبيت تعمل إقامة ما تغادرش البلد. ولازما يكون معاك التأشيرة ديت، لأن هي التأشيرة اللي هتسمح لك ان انت تفضل هناك لغاية ما تطلع الإقامة. أما لو انت رايح مثلا سياحة يعني فترة قصيرة، فانت تقدم على التأشيرة اللي هي غير قابلة للتجديد، والاتنين مدتهم يا جماعة 90 يوم. اللغة برضو هناك مش اللغة الصينية بس يا جماعة، اللغة هناك زي هونج كونج كده هي اللغة الإنجليزية. يعني عادي لو انت معاك لغة إنجليزية انت هتقدر تلاقي شغل بسهولة هناك. طيب لو انت هتقدم على التأشيرة، ايه هي الأوراق اللي هتطلب منك؟ اول حاجه كده يا جماعه لازم نعرف ان لازم يكون معاك جواز سفر ساري، وجواز السفر دوت يا جماعه يكون فيه على الاقل 6 شهور. بعد كده انت بتملى طلب التاشيره وبتوقعه. برضه هيطلب منك صور شخصيه اللي هي مثلا الصورتين شخصيتين بنفس مقاسات الصوره اللي في قلب جواز السفر. تذاكر طيران بقى اللي هي ذهاب وعودة بالمدة اللي انت رايح. بعد كده هيحتاجوا منك حجز فندق بمدة الأجازة اللي انت ناوي تقضيها هناك، وبتحدد طبعا مدة الأجازة وما تحاولش تخليها أزيد من 10 أيام هناك. بس أول ما تدخل بلد عادي من حقك إن أنت تقدر تقعد 90 يوم في قلب البلد. الورقة المهمة بقى عشان الناس برضو لو حابة تقدم عليها اللي هو حساب البنك. حسابك البنكي هنا هيكون مطلوب إن هو يغطي مصاريف أجازتك هناك في قلب البلد. لو انت موظف بقى يا جماعة طلب منك خطاب HR، وطبعا لو انت صاحب عمل هتطلب منك سجل تجاري وبطاقة ضريبية. ودي كل الأوراق يا جماعة اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على تأشيرة تايوان سواء الإلكترونية أو التأشيرة العادية. طيب لو الناس بقى اللي ناوية تقدم بقى عايزة تعرف ايه هي خطوات التقديم بالظبط، زي ما قلنا يا جماعة انت أول حاجة بتملى طلب التأشيرة، وبعد كده بتسلمه مع الأوراق اللي اتكلمنا عنها طبعا بعد ما تترجمها للغة الإنجليزية، وبيجي لك الرد بعد 3 أيام أو 5 أيام بالكتير. بعد كده بتدفع رسوم التأشيرة $110. هنا بقى في سؤال ناس هتسألنا فيه، وهو لو بلدك ما فيهاش سفارة أو قنصلية أو بعثة خاصة بتايوان هيقدم إزاي؟ هتقدم هو يا جماعة في أقرب بعثة أو أي قنصلية موجودة في بلد قريبة منك. يعني أنت بتبعت الورق بتاعك على السفارة في البلد التانية عن طريق البريد لحد ما يردوا عليك. برضه هم برضه هيردوا لك عن طريق البريد، بيبعتوا لك الفيزا مع الجواز عن طريق البريد. وطبعا لو خدت التأشيرة قبل للتجديد ولقيت شغل زي ما قلنا هناك، تقدر تعمل إقامة عن طريق مكتب الوطني للهجرة الخاص بتايوان، وتطلع تصريح عمل قبل انتهاء مدة طبعا الفيزا. ودي كل حاجة خاصة بتأشيرة تايوان في 2023. وانا طبعا هسيب لكم كل الروابط ديت في قلب صندوق الوصف، وبرضو روابط الناس اللي هتدور على شغل هناك عشان برضو تسهل لها عملية البحث عن عمل. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت الناس تسيبولنا في قلب التعليقات، وانا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.